السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه من تراثنا العريق، فلفلات لي تطوانيين زمانين. البنات كانوا كيعدلوهم الاجداد ديالنا والامهات ديالنا اللي مات الله يرحمه واللي باقي الله يطول له في العمر ديالو. غادي نعطيكم جميع المقادير والطريقه بالضبط باش ينجحوا معكم هاد القفلات اللي كيجيو مقرمشين. البنات شي حاجه رائعه، اللي كيذوقهم كيحمق عليهم لا الصغر ولا الكبير. غادي نخليكم مع الوصفه البنات، وما تنساونيش باللايك. الله يجازيكم بالخير. بالنسبه للمقادير كنحتاجون واحد نصف كاس ديال المزهر مقطع على اليد. الا ما كانش عندكم الطبيعي البنات استعملوا غير ربع كاس، لان اخر كيكون مجهد وما غيجيكمش مزيون. ايضا كنحتاجون واحد ربع كاس ديال الزيت نباتيه، واحد 2 معالق ديال الجنجلان اللي منقيهم حمر، 2 معالق كبار ديال السكر، 125 غرام ديال الزبده. يمكن لكم تعملوا اي زبده عندكم، واحد 2 بيضات البنات. خمر هاد الحلوى فئه 7 غرام، انا عملت ملعقه صغيره. كذلك كنحتاجون واحد نصف ملعقه ديال الملح، وكنحتاجون واحد الفاني. نبداو على بركه الله. هنايا غادي نضيف البيضه البنات. هنايا عملت بيضه وبيضه كامله وبيض بيضه مهم. غادي نضيف المكونات البنات. هنايا عملت هذوك بيضات. بيضه ثانيه حيدت لا الصفار ديالها باش غادي ندهنوا بها هذيك الوجه ديك الحلوه ديالنا باش كتحمر معنا. بسم الله. غادي تضيفوا البيض ديالكم، وغادي نضيفوا السكر، غادي نضيفوا الزيت، وغادي نضيفوا المليحه ديالنا. غادي نخلطوا المكونات. غادي نخلطوا هذا السكر والملح مع البيضات ديالنا حتى يذوبنا هذاك السكر. كنضيفوا لهم ايضا الفاني، وحنا كنخلطوا البنات كما كتشوفوا. غادي نضيف لهم الزبده. انا الزبده البنات ها هي ذوبتها باش كتسهل المأموريه علينا، كتجي فيهم الزبده دايبه مزيونه. عرفت البنات هاد الحلويات هادو التقليديين ديال زمان كيفكرونا بالطفوله ديالنا. ما كنكون سعيده ملي كنا كنعدلهم صراحه. هكذا كانت الام ديالي الله يرحمها كانت كتصايب الحلوى في الدار، ولا الجيران ديالنا صراحه هكذا كانوا كيعدلوا الحلوى بهذه الطريقه هذه. ما كاين لا خلاط كهربائي لا حتى شي حاجه. دابا دابو معايا. غادي نضيف عليهم هاد المزهر، وغادي نضيف كذلك الجنجلان. بالنسبه للمزهر البنات، هذا المزهر مقطع على اليد. كنقول لصاحبتي شكرا بزاف اللي صيفطاتو لي. فيما كنشوفو كندعي معاها الله يسر لها الامور ديالها، الله يفرجها على الزوج ديالها وعليها في هذا النهار هذا، وعلى وليداتها وعلينا وعلى جميع الامه المسلمه يا ربي. دابا غادي نبدا نضيف الدقيقه البنات بالتدريج. بالنسبه للدقيقه البنات عملوا واحد 500 غرام، وشوفوا واش غتدخلكم ولا غتزيدوا عليها واحد شويه. مهم هي القوام ديالها، يعني كخصو يكون قوام اللي متماسك، وفي نفس الوقت يعني تكون رخوه ما تكونش قاصحه. واحد الريحه طالعه من البنات ديك المزهر كتجي كتحمق. البنات هاد الحلوى هادي كيجي فيها النفع وحبه حلاوه. اللي كيحبوهم يعدلوهم. انا ما كتعجبنيش حبه حلاوه والنفع عليها ما ضفتهمش، ولكن هي الوصفه ديالها كيجي فيها معلقه كبيره حبه حلاوه اللي مطحونه ومغربله، وكذلك ديال النفع البنات. انا كتعجبني سبحانك ربي غير الجنجلان والمزهر والمسكه. المسكه راه ما كتجيش فيهم البنات، ولكن اللي حاب يعدل يعدلها، كتبقى اختياريه. غادي نبقى نضيف الدقيق بالتدريج حتى غادي نحصل على واحد الخليط اللي متماسك. ما كتجمع معاكم ما كتبقاش تلتصق معاكم، غادي توقفوا الطحين. انا للامانه الطحين دخل معايا 500 غرام عفوا، وانتم يمكن لكم يدخل لكم اكثر يمكن لكم اقل حسب نوعيه الزبده. صافي البنات دابا غادي نخليوها واحد 5 دقائق درتاه معنا، ونبداو نحربلو فيها. هانتوما البنات كتقطعوا واحد الكويره من العجين، وكتبداو تحربلوهم هكذا. كتلقوهم
كما كتشوفوا معايا. اهم حاجه هو انهم ما خصهمش يبقاو غلالطين، يعني خصكم ترققوهم البنات باش كيتنفخوا في الطياب باش كيجيو هما هادو، لان هاد الفقاس هذا كيجي بين الملوحه وبين الحلاوه، كيجي مقرمش مقرمش وهشيش. مهم اش غادي نقول لكم، انا كنصحكم تجربوهم وصافي باش تعرفوني على بين كنهضر. صافي نتوما واخا يجي معكم الحاربول طويل هكذا نقصوه على حسب القياس اللي حبيتو نتوما. صافي دابا هذه جاتني كبيره بزاف، معليش غادي نقص منها هكذا، او من الاحسن دوزنوهم في الاول عملوا فيهم 50 غرام. ها نتوما هو نورمالمون البنات حنايا في تطوان كيكون عندنا واحد الطابع اللي كنطبعوا به، طبع الخبز الفقاصه البلديه، ولكن انا ما عنديش، عملت واحد المعلقه هذه صافي. هذا هو الشكل ديالها، غادي توضعوها في الطاوه ديالكم وتستمروا بهذه العمليه هذه. غادي نعاود معكم وحده، انا هما كيجيو كبيبرين البنات، ولكن انا عملتهم ستيتوين لحقاش انا عشقتهم هكذا. الحاجه للدار ديالكم كتعدلوا هذاك الشيء اللي كتشهاو نتوما، كيجيو كبيبرين شي شويه على هكذا، داكشي كيبقى الخطر لاي سيده. صافي كما كتشوفوا معايا كنطبعوهم بهاد المغرفه هذه حتى غادي نسالي كلشي. هادو هما الكميه اللي خرجت لي هاد جوج الصينيات البنات. دابا غادي ندهنهم بديك الصفار د البيضه اللي خليت قبيلاتي، وعملت فيها واحد شويه د البودره د الكاكاو البنات باش كيعطي هذيك اللون مزيون ذهبي، وغادي نرشهم بالجنجلان. ها نتوما الجنجلان بلا ما تحمروه غير يكون نقي وصافي. دابا البنات غادي ندخل الفران اللي غيكون سخون عندي، من بعد غادي نقص العافيه على 150 درجه مباشره. ما يدخلوها الفران نقصوا العافيه وخليوها طيب من الفوق لتحت، راه ما كتاخذش بزاف ديال الطياب، واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه يعني كتكون طايبه. غادي نتلاقاو في الشكل النهائي لهاد الحلوه هذه. هادو هما القفافل ديالنا البنات، جاو كيحمقوا تبارك الله، جاو هشاشين. شوفوا تبارك الله، شوفوا كيجيو مقرمشين. ها نتوما سمعتوا التقرميشه، كيجيو فيهم تقرميشه وفي نفس الوقت بين الحلاوه والملوحه، كيجيو لذاذين بزاف بزاف. ما تصوروش مع كازاتي في العشيه، كنصحكم تجربوهم البنات. بسم الله ندوق معكم. سمعتوا البنات تقرميشه رائعه تبارك الله. نخليكم هنايا كيكون تسالى الفيديو ديالي، والى اللقاء في فيديو قادم. ما تنساونيش باللايك اخوتي. بسلامه.